اللهم صل على النبي. بعد ما دبلنا الرز كده اهوت، شوحناه شويه سمنه على زيت. بعد كده جبنا بصلايه وشوحناها برضك وهنحطها عليه. ونقلبها عليه برضك كده، ونجيب بصلايه نيه مبشوره ونحطها عليه برضك. الحاجات دي بتديله تيست وطعم حلو قوي. هنحط لها بقى الملح، وهنجيب مرق الدجاج بس هنحط كميه قليله يعني بسيطه عليها عشان ما تبقاش يعني مجرة قوي. وهنقلبها، وهنجيب فلفل اسود وهنحط عليها فلفل اسود. طحنين هنا حبهان وقرنفل هنحطها عليها تديها طعم حلو برضه. ونشوحها، وهناخد حبه من الكبد دي ونحطها عليها. هنحط بهارات، ونحط عليها بهارات وشويه قرفه. نشوحها كده، وبعدين نجيب ميه مغليه ونعايرها بقى، نحط لها الميه بتاعتها ونسويه بقى رز عادي. الميه تغلي ونحطها عليه. بعد كده نجيب البانيه بعد ما تبلناه في البصل والملح والفلفل الاسود، ونجيب بقى الرز اللي احنا عملناه دوت ونحط شويه كده عليه ونلف عليه البانيه كده. عايزه تعمليها بخله اعمليها بخله، عايزه تخيطيها كده بابره خيطيها. انا باخدها ايه غرزه سريعه كده من هنا كده، بس عشان ما تفكش يعني. بعدين هنجيبها في ورق الاسترتش بقى ونلفها. نجيب بقى كده ورق الاسترتش ونلفها حواليها كده. هنقصها بقى. بعد كده بنجيب بقى من هنا اهو ونربطها كده، ومن الناحية التانية برضك ونربطها كده. نخلص الكمية كلها بالطريقة دي اهو كده اهو. وبعدين هنجيب صينية ونحطهم فيها. بعد كده نجيب كيس حراري ونحط بقى ايه الحمام الكداب اللي احنا لفيناه ده اهو كده وربطناه، ونحطه في الكيس الحراري جنب بعض كده. بنحط كله في الكيس الحراري. ما عندكيش في كيس حراري بنفس اللفه دي اللي احنا عاملينها واعمليه في فويل، يعني بعد ما تلفي كده في زي دي كده اهو، زي دي كده تحطيه بقى ايه في كيس حراري. ده بقى يعني يا تحطيه في كيس حراري يا اما تحطيه في ورق فويل. نخلص. بعد تلت ساعه طلعناه من الفرن، حطيناه من الكيس الحراري وحطيناه هنا بقى في السرفيس كده يبرد شويه. بعد كده هنحمره. بعد ما طلعناه من الفرن تلت ساعه كده
شلناه من الكيس الحراري بقى وحطيناه يبرد، بعدين هنحمره. بسم الله. اللهم صل على النبي. بعد ما طلعنا الحمام الكداب من الصينيه سيبناه يبرد، هنجيب بقى بيض ونحط عليه شويه لبن ونتبله كده ونقلبها فيه. بعد ما نحطه في البيض نحطه بقى في ايه، في الدقيق والبقسماط، وبعدين نحمره بقى في الزيت على سمنه. ده الحمام الكداب اللي عملناه النهارده، حشيناه بالرز بالخلطه بالبانيه بتاع الفراخ، وعملنا وده الرز بتاعه. وحطينا بقى عليه كبد وقوانص من اللي عملناه. يا رب الطريقه دي تعجبكم، جربوها مش هتندموا. ده الحمام الكداب اللي عملناه النهارده بالبانيه بتاع الفراخ، ومحشي بالرز والكبد بتاعت الفراخ، طعمه جميل جدا.